هلو للجميع، إن شاء الله تكونوا بألف خير وألف صحة جيدة. طاقة غدا شو بتخبرنا وكيف سيكون التعامل مع غد لجميع الأبراج؟ طاقة غدا هي طاقة مباشرة للحصول على ما تتمنى وما تشتهي، سواء كان هدف معين، لقاء معين، معاملة معينة، أو أبواب حابب أنك تفتحها. غدا بالنسبة لإلكم هو من الأيام اللي بتقدروا تتركوا فيها بصمة بأفكار جديدة، رؤية جديدة، تصرفات جديدة، وترك بصمة لأعمال جديدة. إذا عندك بروموشن أو شيء بعده على الآن، بإمكانك الحديث مع مديرك غدا أو مديرتك من أجل المضي قدما. أما إذا كان حبيبك مش عم يحكي معك أو حبيبتك مش عم تحكي معك، فغدا من الأيام الجيدة للمصالحة والحديث وإيجاد بعض الحلول. طاقة رائعة غدا من الإبداع والتفكير والكثير من الأمور اللي عم تعيش بداخلك وتتأجج بوهج كتير كبير. جرب استعملها بكرة عزيزي وعزيزتي المتابعين لحتى تقدر توصل لأهدافك بجميع أنواعها، أو تقدر تخلق شيء جديد لحياتك، لعملك، للسفر، للدراسة، للعائلة، للفكر، للتأليف، للموسيقى أو للزواج. إذا حبيتوا تعرفوا أكثر، اشتروا قراءة من موقعي على www.mjtarot.com، وبإمكانكم حجز الموعد بعد الشراء على الواتساب 001-813-528. بتمنى لكم نهار سعيد. تابعوني على اليوتيوب MJ عالم التارو، وتابعوا أيضا ميا الأعشاب والحياة لنصائح أكثر، الأبراج الأسبوعية وكل ما هو حديث مهم للتارو. بحبكم كتير وتصبحوا على ألف خير. باي.